تونس منذ عدة أشهر من ضعف الربط بالشبكة لا سيما في الليل، وقد وجهوا اتهاماتهم إلى مزودي الخدمات بدعوى أنهم يسعون إلى الحد من سرعة الربط لممارسة الرقابة. ومن أجل توضيح المسألة خاصة بعد الحكم القضائي الداعي إلى حجب المواقع الإباحية، عقدت الوكالة التونسية للإنترنت صباح اليوم ندوة صحفية. عقدت الوكالة التونسية للإنترنت صباح اليوم ندوة صحفية تطرقت فيها إلى التهم الموجهة إلى مزودي خدمات الإنترنت بدعوى أنهم يسعون إلى الحد من سرعة الربط بالشبكة، كما تطرقت إلى موضوع عودة الرقابة والسيطرة على الإنترنت إثر صدور قرار قضائي بغلق المواقع الإباحية. سأتحدث أساسا عن الشفافية والحياد في مجال الإنترنت بالنسبة إلى الوكالة، فنحن نعمل مع 5 مزدي خدمات فيما يتعلق بالتبادل المعلوماتي دون تدخل في المحتوى أو التغطية، لكننا بالتعاون مع الموقع المتخصص في تكنولوجيات الاتصال tunisiaudb.com سنطرح وسيلتين تقنيتين لقياس سرعة الربط بالشبكة. أما فيما يتعلق بقرار حجب بعض المواقع الإباحية على خلفية شكوى تقدم بها 3 محامين اعتبروا أن هذه المواقع تشكل خطرا على أخلاق الشباب، كما أنها تتعارض مع القيم العربية الإسلامية. قالت الوكالة: لقد اتخذنا قرارا البارحة باستئناف الحكم الصادر بشأن حجب بعض المواقع الإلكترونية، ونحن نعتقد أن شباب تونس الذي قاد الثورة والذي يطمح دائما إلى التقدم والتطور سيكون في مستوى المسؤولية. D'occasion, même avant la révolution, qu'ils ont de volonté pour avancer, malgré toutes les contraintes possibles qui existaient. وكانت السلطات التونسية عمدت إلى رفع الرقابة عن الإنترنت بعد سقوط نظام بن علي، وبات بإمكان التونسيين تصفح أي نوع من المواقع ومن ضمنها الإباحية، حيث بيّنت الإحصاءات أن هناك 7 مواقع من بين 100 الأكثر تصفحا في تونس.